إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في أمور ما بتتاخد من كلام، أيوة. يبقى كلام محدد. أيوة. أنا بقول لحضرتك أيوة. على قدر معلومتي، لأن الاجتماع الأخير أنا أصلا مصاب في رجلي وفي الجبس، فبالتالي ما حضرتش الاجتماع. ألف سلام عليك يا فندم. الله يسلمك. أنا بكلم حضرتك على الفريق الأول، الأفارقة 3 السوريين. أيوة. أنا بتكلم على بالنسبة لقطاع الناشئين، ما اتكلمناش على الفريق الأول. قد يكون أنا يعني المعلومة دي مش عاوز أقول لك أنا تحديدها بالظبط. انا كلمتك على السوريين بالنسبه لقطاع الناشئين، بتقول لي طب مين صاحب القرار؟ بقول لك صاحب القرار لا اصل في تصريح يا فندم اصله من حسام البدري بيتكلم، بيقول لك بعد قرار اتحاد الكوره في السوريين فاحنا قد نتعاقد مع لاعبين جداد لنستفيد من اللائحه الجديده في اتحاد الكوره. يعني مع احترام طبعا كابتن حسام صديق واخ، بس انا مش قادر اقول لك بالظبط بالنسبه للفريق الاول الوضع ايه بالظبط. طيب بالنسبه لاتحاد الكوره ورفض قيد الصفقات، بالنسبه للكاس، كاس مصر مش هيتلعب فيه الصفقات الجديده ايا كان الفرق، الاهلي ولا الزمالك ولا سموحه ولا مصر المقاصة، ده مبدا تكافؤ فرص ولا المصري. مبدا تكافؤ فرص، ويمكن كان ده مطلب من الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن احمد مجاد ان هم يعني مهتمين بشؤون اللاعبين او الاكثر قربا للجنه شؤون اللاعبين. ان مش عاوزين برضه بعد اذنك نكرر اللي كان بيحصل في الماضي، ان في دور الثمانيه يبقى في لعيب في نادي الاهلي وبعدين لعب في فرقتين قبل كده، لعيب بيلعب في سموحه في نفس المسابقه. يعني دي عمليه صعبه شويه. اوكي، لكن كابتن مجدي عبد الغني كان هو بيطلب ده ولا ما كانش عايز ده؟ لا طبعا ما كانش عاوز. ما كانش عاوز ده. لا طبعا. وجهة نظر. هو ما كانش عاوز، وكان كابتن مجدي عبد الغني والكابتن احمد مجاد تحديدا كانوا عاوزين يبقى ما يتفتحش القيد الا بعد انتهاء مسابقه الكاس تماما. هو بيني وبينك هو المنطقي في الكلام ده كلام سليم لسبب، لان كاس مصر ده يعتبر كاس مصر الموسم اللي فات. بص يبقى المفروض العب بنفس الناس المتأيده في الموسم اللي فات. لازم نقول ان احنا بقالنا 3 مواسم صعبين جدا، مؤجلات كتير جدا. كابتن عامر حسين لازم يتعرف قدره وحجم اخلاصه للكوره. ربنا يكون في عونه، ده راجل ده شهيد. ان انا النهارده بعد اذن حضرتك ما بيقابلوا صعوبات كبيره جدا في الجدول، نتيجه اولا اول مره يبقى المجموعات متاخره، المجموعات تبدا من دور الثمانيه بتاعت الاتحاد الافريقي والبطوله الافريقيه. دوري المجموعات بدا غير السنه اللي فاتت، لما يبقى في مؤجلات، يبقى في كاس مصر، يبقى في مؤجلات للمنتخب، نقعد في الجابون شهر ونص ما فيش دوري. كل الكلام ده يضغط لك الموسم ويتدخل الموسمين في بعض. فبالتالي كان فعلا من اول ما جه مجلس كابتن هنا بوريده المنزاني اعلنا 30 اسبوع، كنا حابين ان الدوري والكاس كل حاجه تنتهي تماما قبل 1/7. امور الصعوبه جدا مرت بيك، وبعدين البطوله العربيه اول مره تتعمل في مصر، كان حابين جدا البطوله العربيه تحتضنها مصر لانك انت تيجي الدول العربيه تاني. فكل الحاجات دي مواضيع اوجدت صعوبه جدا في انك تاخد قرار ما يبداش القيد الا بعد انتهاء الموسم بالكامل. اعتقد في اصرار من الاتحاد ان الموسم الجديد ان شاء الله اللي جاي هيكون ده الوضع الطبيعي. الدوري هيبدا امتى يا فندم؟ 9/9 ان شاء الله. 9/9. وعارفين هينتهي امتى؟ ان شاء الله الدوري قبل 1/6 السنه الجايه باذن الله، نكون ربنا كرمنا ووصلنا كاس عالم باذن الله بقى عشان نستعد بقوه بقى. لا وغير كده ان الاتحاد الدولي بيقول بيشرط ان 30/5 تنتهي المسابقه للناس اللي مشاركه في كاس العالم. ان شاء الله باذن الله الكابتن عامر حسين الجدول خلال اسبوع و10 ايام قبل العيد هيعلن الجدول ب 30 اسبوع، برضه هيتساب ال4 اسابيع كالسنه اللي فاتت كالموسم اللي فات، عشان برضه الهبوط وتحديد البطل. ال4 اسابيع دول لازم يكون ماتشاتهم محدده في توقيت واحد لتحديد. ثروت سويلم يعني مختلف شويه، بيقول لك لا ده موضوع السوريين ده ينطبق على الناشئين وليس منطبق على الفريق الكبير. امال ايه الكلام على عمرو مش عارف ميداني ومش عارف ايه الصالح نجم المنتخب السوري، واصل الاهلي بيفوقوا امبارح بقى نمنا وصحينا وبتاع لحد الساعه 4 الفجر على صاروخ الكره السوريه ينضم للنادي الاهلي، اوعى وشك وبتاع، والزملكاويه بقى طلعوا الناحيه الثانيه طبعا ما انتم مفصلين القانون ده ولا القرار ده علشان الاهلي، وهو الاهلي لحق يفوض، ده القرار لسه طالع من ساعات. يعني برجله ولخبطه وبلبله
ويطلع دلوقتي ست العميد ثروت سويلم يقول لك لا الموضوع ده مش مطبق على الكبار اصلا، ده مطبق على الناشئين، ولاد الصغيرين السوريين اللي قاعدين عندنا عايزين يلعبوا كوره، طب ليه ما نلعبهمش كوره؟ تيجي تكلم واحد مهم في اتحاد الكوره دلوقتي يقفل التليفون وما يردش، تقول له عايزين نتكلم في الموضوع ده، لا الو بيب، يعني ينفع كده يا جماعه؟ ما ينفعش كده، اتكلم اسمه ايه؟ طيب المهم يعني نرجع تاني لبقيه الاخبار. يعني ماجدة الهلباوي هي اللي كانت رافعه القضيه بتاعت اتحاد الكوره، اللي هو الغاء اتحاد الكوره والغاء الانتخابات والكلام ده كله. مهم طالعه بتصريح بتقول لك ايه؟ قانون الرياضه لا يلغي حكم حل اتحاد الكوره. من انتم؟ انتوا عايزين ايه؟ يعني طبعا هو حق لكل مواطن ان يلجأ للقضاء، ده اكيد يعني، ولكن الاتحاد بقاله كتير والمجلس ده بقاله كتير وانتوا ما توفقتوش. يعني ممكن تتوفقوا في فترة تانية، في قصة تانية، في توليفة تانية، وارد جدا، ولكن مصلحة مين يعني ان احنا الاتحاد الكورة بأيا كان سين او صاد او عين هو اللي ماسك دلوقتي ولا اللي هيمسك بعد كده، مش فارق معايا خالص، ولكن مصلحة مين الاتحاد دلوقتي يتم حله ويبقى في اتحاد جديد، والمنتخب اللي هو خلاص باقي على الحلو دقة، ونكسب اوغندا رايح جاي ان شاء الله، نوصل كاس العالم. يعني ايه؟ طيب هل حضرتك يا استاذه ماجدة مع كامل الاحترام ليكي، وبرضو ارجع تاني واقول ان من حق اي مواطن ان يلجأ للقضاء، وانا لا احجر ابدا، ولكن انا بتكلم من منطلق وطني انساني مصري. يعني قربنا على حاجه بقالنا كام سنه ما رحناش كاس العالم، 27 سنه، وكابتن مجدي عبد الغني ذللنا بالجون بتاعه. يعني نهدى بقى، نهدى عشان نروح كاس العالم وربنا يكرمنا، يمكن حد تاني يجيب جون تاني فننسى جون كابتن مجدي عبد الغني، ولا ايه؟ ولا مش هيتنسي؟ مش معقول. انا ما انساش الجون ده وما انساش اليوم ده، والله العظيم كان عندي بتاع 5 6 سنين حاجه زي كده، وكنت قاعد، كنت سخن 40 حراره، كنت ساعتها في الصيف في المصيف في العجمي، وقاعد ومش شايف ومضبش وبتاع وخلاص بفرفر يعني، وانا اهلي عاملين لي كمادات وسابوني جون. فاكر الجون ده ما انساهوش يعني. المهم يوم مأساوي. نرجع تاني لبقيه الكلام وبقيه الاخبار اللي معانا. مصدر بالاهلي ليلا كوره بيقول عرض زيورخ للشيخ قديم، اتكلمنا عليه امبارح وقلنا ان في عرض مقدم ليه من سويسرا، واللاعب تمسك بالبقاء. الخولي بينفي، الخولي عمل لي بدراعه كده صباعه هيخش في عينيا وبينفي. تعال خش قول عايز تقول ايه بس بسرعه. ها معلومات ان الشيخ عايز يمشي يا راجل؟ والله الخبر قدامي. مصدر بالنادي الاهلي بيقول لك ان تلقوا عرض بالفعل من نادي زيورخ، وتلقى الاهلي قبل 40 يوم فاتوا يعني، وتم غلق هذا الملف برفض الاهلي للعرض، واللاعب هو اللي تمسك، ولا هم بيقولوا كده حفظا لما الوجه؟ انا اللي اعرفه ان العرض لسه قائم، واللاعب متمسك ان هو عايز يمشي. واللاعب متمسك انه عايز يمشي. اوكي. العرض ب 250,000 دولار. لا ما ده زهيد جدا العرض ده. اوكي طيب انا بشكرك جدا يا خولي. نرجع تاني لبقيه الاخبار. مصدر بيقول لك الزمالك يرفض التفاوض مع حمدي زكي بسبب الاهلي. هو ايه الموضوع؟ الزمالك بيلم لعيبه كل سنه وبس؟ بقى الموضوع اوفر قوي على فكره. يلا يا جماعه محمد فاروق، يلا ادي محمد فاروق، يلا عبد الله جمعه مش عارف الشامي، اوكي، وان كان دول كويسين. طيب صلاح عاشور يلا بينا. طب مين يا ابني معدي؟ خالد قمر يلا هاته. طب مش عارف ايه، اوكي. لا مش كده يعني، معلش. محمد حمدي زكي اساسا لعيب كويس، ولكن لم يقدم شيء على مدار سنتين، حتى لما ساب الاهلي او راح اعاره وراح امبي لم يقدم شيء، فغريب جدا جدا يعني. ولكن النادي الزمالك بيقول لك لا احنا ما فكرناش في حمدي زكي، علشان وقت لما كنا بنفاوضه هو فضل النادي الاهلي علينا، مش علشان ان هو مثلا مستواه مش معروف حاليا عامل ازاي، او ان هو غير جيد، او لا 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 يعني دي حاجات فنيه بسيطه ما يهتموش بيها يعني. طيب ماشي اوكي. نكمل بقيه الاخبار. اخبار نادي الزمالك ايه في موضوع المرشحين؟ طيب اول حاجه بيرن شوستر ده معلم بقالنا 3 سنين، كل ما الزمالك يمشي لعيب يمشي مدرب يدخلوا شوستر في الحساب، يقول لك طب شوستر جاي، لا شوستر رفض. شوستر رفض الزمالك 4 مرات وبيفاوضوه تاني، معرفش ليه وازاي يعني.
طيب المهم مصدر بنادي الزمالك قال ان الكرواتي زالاتكو داليتش المدير الفني السابق لنادي العين الاماراتي والسويدي هانس باك المدير الفني الاسبق لمنتخب فنلندا دخل ضمن دائرة المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لإيناسيو. إيناسيو النهارده طلع بتصريح عسل قوي، قال لك ايه؟ عضوني في النادي. عضوني؟ ايه ده؟ الاول افتكرت ان في مثلا كلب مثلا ضال كده هبشه ولا حاجه، قال لك لا عضوني. مين يا ابني؟ عمال الامن، عمال اللي مش عارف. عضوني ايه ده؟ الزمالك فتح باب المفاوضات في الفتره الاخيره مع السربي نيبوشا بتاع الفيصلي الاردني، وان كنت انا شايف ان الموضوع بتاعه هيبقى صعب جدا لان بطل الاردن مش هيتخلى عنه بسهوله يعني. انا شايف كده. طيب مراسل يلا كوره قال ان الفرنسي باتريس كارتيرون مدير فني السابق لدجله دخل ضمن دائره المرشحين. ده بقى مدرب كويس، وانا لو انت عايز رايي من بعيد كده وماليش اي دعوه باي حاجه، ده احسن واحد فيهم. ليه؟ لان غير ان هو مدرب جيد، هو عارف الدوري المصري، ودي نقطه مهمه جدا لا تغفلها. اتعود على الاجواء، عارف الدنيا، مش هيجي غريب ويقول لك ايه ده؟ اوه مونديو، اوه ده ايه اللي بيحصل ده؟ دوري مستمر 10 شهور؟ لا مش هيتخض. ده هو جاي وعارف ان الدنيا مليطه، مفيش مشكله خالص. اوكي طيب حسب مراسل يلا كوره فان الفرنسي كارتيرون داخل مش عارف بجانب عدد كبير من المدربين ابرزهم بلجيكي فرانكي فيركواتيرن مدرب منتخب بلجيكا ايام واندرلخت البلجيكي، والسويدي ايريك هامرن ده مدرب كويس قوي، ده كان بيدرب السويد بتاع 8 سنين ايريك هامرن ده، بس شكله كيوت مش هينفع معانا. طيب اوكي. والبرازيلي سيرجيو فارياس بتاع ليو هانج الكوري الجنوبي، والبلجيكي هوجو بروس، يعني ناس كتيرة مميزة مطروحين، ولكن لسه هنشوف القصة هترسي على ايه. صلاح بيلعب مع بلباو والنتيجة كانت 2-1 لحد من وقت قصير جدا جدا. وقتنا انتهى، هنتقابل ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في نفس الميعاد، كلام في الجون على ميجا FM كل جمعة وسبت من الساعة 7 لحد الساعة 8 بالليل.